شكرا يا استاذ كبير. ميرسي قوي قوي. الف شكر. طب يا فندم مع السلامه. تاخد ده توديه الحسابات وتجيب لي من دفتر المناقصات اوامر. اوكي يا فندم. صباح الخير. صباح النور يا فندم. ممكن اقابل شاكر بيه؟ نقول مين حضرتك؟ مجدي عبد الرحمن. في ميعاد مع حضرتك؟ يظهر حضرتك جديده هنا مش كده؟ لا مش قوي كده، بس الظاهر حضرتك بقالك مده ما جيتش. اتفضل استريح. الو. اهلا. الحمد لله كويسه. ميرسي. الله يبارك فيك. ميرسي يا فندم. شكرا مع السلامه. معلش لما اقصد بس شاكر بيه مشغول شويه. الو. ايوه. الله يبارك فيك. ميرسي. عقبال الاموره الصغيره ما نفرح بيها كلنا كده ان شاء الله. طب يا فندم الف شكر. مع السلامه. حضرتك تحب تشرب ايه؟ قهوه. الو. اهلا. الحمد لله. كويس. مع السلامه. يظهر اني جيت في مناسبه سعيده. نعرف بقى علشان نبارك. النهارده خطوبتي. الف مبروك وربنا يتمم بخير. متشكره قوي. بلاش القهوه بقى، خليها شربات. عم عبد الله جاب لنا واحد شربات مفرح. مؤاخذه يا فندم بالشربات. ازاي الكلام ده؟ كان لازم شاكر بيه يجيب النهارده دستة شربات. معلش. اي حاجه ساقعه تنفع؟ بشرط تكون ملونه بلون الشربات. خلاص اي حاجه ساقعه تكون ملونه عشان الدنيا. حاضر. لكن قولي لي بقى، انت ازاي تيجي شغلك في يوم سعيد زي ده؟ انت كان المفروض تكوني مشغوله دلوقتي بحاجات اهم. لا ما هو لسه قدامي وقت كفايه. لا شاكر بيه ملوش حق. انا هكلمه في الموضوع ده. ايه؟ هو استغلال؟ لا والله شاكر بيه مظلوم، انا اللي جيت من نفسي عشان اخلص الشغل. ما تدافعيش عنه، انا عارفه كويس. اتفضل. متشكر. جابها لك لون الشربات بالظبط. ميرسي قوي يا سامحه. العفو يا فندم مع السلامه. ايوه عندي هنا مجدي بيه عبد الرحمن عاوز يقابل سيادتك. طيب انتظرك. عقبال ما نشرب شربات الفرح. كده اهلا بالراجل الهراب. ازيك يا شاكر بيه؟ اهلا بيك. وحشني قوي. اتفضل استريح. بقى راجل ما نشوفكش خالص يعني عشان ما فيش بينا شغل. ادينا يا سيدي جايب لك مشروع هيثبت لك قد ايه انت غالي عندي. ومالك جاي حامي كده ليه؟ مش تقعد الاول تستريح وتاخد نفسك وتشرب لك فنجان قهوه؟ لا قهوة مين؟ انا خلاص شربت شربات سميحه هاني. الله، انت لحقت عرفت؟ معقول يا راجل تشغلها يوم خطوبتها؟ مش تبطل استغلال بقى. كويس كده يا ستي، اديكي جبت لنا الكلام. طب اسالها قد ايه انا اترجيتها علشان تاخد اجازه وهي صممت. انا لو من خطيبها كنت مسكت في خناقك. خطيبها ما يقدرش يعمل كده في خاله. الله. هو ايوه مدحت ابن اختي. خلاص يبقى انت وابن اختك مستغلين. ارجوك يا سميحه انزلي انت دلوقتي، كفايه اللي سمعناه. معلش يا فندم انا استنى مع حضرتك لغايه ما تخلص مع مجدي. لا معلش احنا في لسه بينا كلام كتير، اتفضلي انت. طيب بخصوص الورق ده حضرتك حاطط. معلش خليه بعدين. طيب يا فندم مع السلامه. على إذنك. يا سيدي ايه بقى المشروع اللي انت جايبه؟ مشروع هايل. الله، انت لسه قاعد لحد دلوقتي؟ مالكش حق. انا نازله حالا اهو. معاك عربيه؟ هاخد تاكسي. تاكسي؟ يبقى مش ناوي تتخطب النهارده. انا عربيتي تحت امرك. لا معلش متشكره قوي. انا هوصلك يعني هوصلك. ما انا مش عايزه اتعب حضرتك. ما فيش تعب، على الاقل ابقى قدمت حاجه في مناسبه زي دي. متشكره. اتفضل. امال كنت فين قبل ما تشتغلي مع شاكر بيه؟ انا كنت الحقيقه لسه متردده مش عارفه اشتغل ايه وفين لغايه ما عجبني الشغل عن شاكر بيه واشتغلت. علشان كده انت لسه متردده وبتفكري في موضوع الخطوبه؟ متردده؟ يعني المفروض واحده زيك في يوم زي ده ما تخرجش من بيتها ابدا، وان خرجت تبقى تروح للخياطه للكوافير، لكن ما تروحش شغلها. طب ما انا فعلا رايحه دلوقتي للكوافير. ميرسي قوي. مع السلامه. الله يسلمك. ومره تانيه الف مبروك. متشكره.
الخير. صباح النور. من فضلك ممكن توصلي لي دي لمدموزيل سميحه؟ حاضر. متشكر. في واحد ساعة حضرتك حاجة دي يا فندم. ما قالش مين؟ لا. ميرسي. يا ماما. عقبالك يا روح قلب ماما. عقبالك يا حبيبتي. مبروك يا سميحه. الله يبارك فيكي. على اذنك. اتفضلي. يا ترى من مين الورد ده؟ ده من الاستاذ مجدي عبد الرحمن يا حبيبتي. جوزك اتاخر قوي يا سعاد. انت عارفه اخوكي مواعيده، كان لازم يبقى اول واحد هنا. يا ما انا خايفه لا يكون اتخانق في السكه زي عوايده. انتوا بتتكلموا عن مين؟ عن حسام اخويا. انا كمان قلقان، مش فاهم خالي اتاخر ليه؟ سالم. ايوه. ما تيجي تساعدني جوه شويه. انت زي القمر النهارده. ميرسي. انا جبت لك شبكه هتعجبك قوي. خالي هو اللي اختارها. كنت افضل لو انت اللي اخترتها. بس خالي ذوقه حلو وانا بثق في ذوقه. طبعا. امال فين سياده النقيب؟ والله مش عارفه اتاخر ليه. اهلا شاكر بيه. اهلا. مبروك يا فندم. اهلا بعروستنا الجميله. يا اهلا. مبروك يا سميحه. الله يبارك فيك يا شكر بيه. مبروك يا مدحت. الله يبارك فيك يا خالي. اتفضل يا فندم. اتفضل. اتفضل. حسام يا خرابي، ايه اللي بهدلك بالشكل ده؟ حسين ايه اللي جرالك؟ اتخانقت. مساء الخير يا شاكر بيه. اهلا يا حسام. ايه يا حسام جرالك ايه حصل ايه؟ واحد ابن حرام كسر عليا في الاشاره. نزلت له لقيت معاه واحده من ركتها، عرفت لا هي مراته ولا قريبته. رحت ضربه وسحبه معاها الاسم. بدل ما تبقى قضيه مرور لبسته قضيه اداب. حرام عليك يا اخي، ما تبقاش تعمل كده تاني، وقعت قلبي. انا اسف يا سميحه. انا اسف يا جماعه، اسف جدا. ثانيه واحده اروح اغير هدومي واجي ونقرا الفاتحه. اسف جدا. الحمد لله اللي جت على كده. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله يبارك فيك. مبروك. مبروك يا سمير. مبروك. نقدم الشبكه لخطيبتك. بابا وصل، كفايه كده. احنا عايزين نتفرج على التلفزيون وكمان نقرا اجازه. قلت ولا كلمه. يلا يلا حبيبي. مساء الخير. ثانوي يا مجدي. يلا قول لبابا تصبح على خير. تصبح على خير يا بابا. تصبح على خير يا حبيبي. تصبح على خير. تصبح على خير يا حبيبي. على فوق وده تلبسكوا هدومكم في السرير. ها مش عايزه ولا كلمه مع بعض. نوم. يلا. تحب تتعشى الاول ولا احضر لك الحمام؟ الحمام. Apollo and Starbuck are on their way there for maintenance. I've just been advised that 2 Vipers on their way to you right now. لا مش اي حاجه يا مدحت، لازم يكون لك راي في الموضوع. خلاص يا حبيبتي، ايه اللي تشوفيه؟ هو ده رايك؟ ايه بس مالكم؟
بقول له نروح مع بعض نشوف ديكورات الشقه، بيقول لي نسال خالي الاول. طب وماله، ده حتى شاكر بيه ذوقه يجنن في الحاجات دي. مش كده ولا ايه يا اعتماد هاني؟ على كل حال انا موافق على كل اللي تقوليه يا سميحه. انا هعمل لكم فنجانين شاي يعدلوا دماغكم تمام، وبطلوا القرف بقى، ده انتوا لسه ما لحقتوش. شويه؟ لا خلاص انا هاخد تفاحه. الاستاذ رأفت اتصل بيك النهارده وقلت له يكلمك بكره زي ما انت طلبت. وفي واحد تاني من شركه المقاولات وساب لك نمره تليفونه. هتطلع تنام ولا هتشتغل شويه؟ هشتغل شويه. هجيب لك الشاي حالا. يلا الدرجه يلا يا ريس. سيد اديهم في البلكونه كده هوا وهتغلوا. يلا 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 يا عمر. الو. قالوا ايه بس؟ معقول يا مدحت سيبني لغايه دلوقتي هنا لوحدي كده؟ معلش حبيبتي يا عبد انت عارفه زحمه الشوارع بقت حاجه فظيعه. معلش. تحب نبتدي بايه الاول؟ المطبخ ولا الحمام؟ نبتدي بايه؟ زي ما انت عايزه. انا بقول نبتدي بالحمام، شفت موديلات انما ايه ما حصلتش. تعالى بقى، بس مهم قوي ان احنا ايه نرسم عليها مع بعض. تعالى بعيد. تعالى بص بقى حبيب قلبي. الموديل ده هيبقى يجنن هنا. بص له بقى كويس. شوف بس اللون، نختار لون ايه؟ ايه؟ نختار لون ايه؟ الحقيقه مش عارف. على العموم انا بقول نخلي لون الحمام زيتوني، ايه رايك؟ زيتوني؟ بس انا عاجبني اللون الازرق الفاتح، ايه رايك فيه؟ ده لون حلو قوي. خلاص لو عاجبك ازرق فاتح يبقى ازرق فاتح. مدحت يا حبيب قلبي، ناخد وندي مع بعض في الكلام ده. رأيي واحد مش كفايه، يعني لازم رايك انت كمان، عشان احنا شقتنا دي هنعيش فيها احنا الاثنين، لازم نختار لون يريحك ويريحني يا حبيبي. خلاص يا حبيبتي اللي تشوفيه. تعال شوف. تعال شوف المطبخ. يلا. صباح الخير. اهلا، صباح النور. اتفضل استريح. شايفك محتاج. والله هو فعلا محتاره شويه، يعني مش عارفه اختار اي لون للحمام. وريني كده. اتفضل. خدي البني. لا البني مش حلو متهيألي. اسمعي كلامي وخدي البني. لا انا شخصيا بفضل الازرق الفاتح. حلو. الازرق الفاتح ده لون عادي، كل الناس حماماتها ازرق فاتح. قال ايه لون البحر؟ انت اعملي حاجه جريئه. لا بس انا شخصيا بفضل الازرق. وانا بقول البني. لا الازرق. البني. الازرق. البني. برافو عليك يا سميحه، لون يجنن. عجبك؟ انت عارفه ان انا كنت هقول لك عليه من الاول. طب وما قلتش عليه ليه؟ ولا برضه كنت مستني رأي خالك؟ ما تيجي نشوف العمال عملوا ايه في الصبح. مزعله مدحت ليه يا سميحه؟ ليه؟ هو اشتكى لحضرتك مني؟ مدحت ما بيخبيش عني اي حاجه، ده شاب طيب وابن حلال. ارجوك يا سميحه بلاش تختلفوا كده من اولها. حاضر. ارجوك خليهم يصوروا الاوراق دي واحتفظ انت بالاصل. حضرتك ما قلتليش عملت ايه في مشروع مجدي عبد الرحمن ولا صرفت نظر عنه؟ ازاي؟ ده مشروع ممتاز. اصل بقاله مده ما بيجيش الشركه. خلاص مش هيجي. انا كنت معزوم من يومين عنده على العشاء واتفقنا على كل التفاصيل، حتى مراته شاهده على كده. هو متجوز؟ متجوز ست عظيمه وهو ناجح في اختيار مراته. مجدي انسان طموح، لما يحط حاجه في دماغه لازم يوصل لها. اهلا، صباح الخير. صباح الخير. اهلا. حضرتك عاوز تقابل شاكر بيه مش كده؟ انا عايز اطمن عليك الاول. انا الحمد لله كويسه. حددتوا معاه الفرح؟ لا والله لسه.
لسه؟ ليه؟ في ايه معطلكم؟ الشقة لسه ما خلصتش. ما هو طول ما انت مشغولة بشغلك كده مش هتتجوزي. بقول ايه؟ ما تسيبك من شاكر بيه وتيجي تشتغلي معايا. صدقيني انا هريحك، هنظم لك وقتك كويس. ميرسي يا عم سليمان. ثانية واحدة، مجدي بيشرب ايه؟ قهوة عليها. قهوة عليها عم حاضر يا فندم. طبعا واحدة نشيطة زيك لازم تجوع بسرعة. بالعكس، ده انا ما بلحقش افطر في البيت. معقول الكلام ده؟ انت عارف تفهميني ان ده فطارك؟ ماله؟ وماله ازاي؟ الفطار ده اهم وجبة للناس اللي بيشتغلوا كتير زيك، يعني لازم تفطري كويس. انا اصلي بعمل رجيم. الرجيم ده تمشي عليه في الغدا وفي العشاء. على كل حال الشغل بينسيني الاكل. يا بختك يا شاكر بيه، انا بحسده عليك. اراهن ان انت بتشتغلي كمان في يوم اجازتك. بالعكس، ده اليوم الوحيد اللي ما بفكرش فيه في الشغل، وبفضل اكون فيه لوحدي. طب بتعملي ايه؟ بصحى الصبح بدري وبروح النادي والعب رياضة. انت مشتركة في اي نادي؟ برافو. صباح الخير. صباح الخير. الله، انت كمان بتيجي النادي بدري؟ مش دايما، بس انا اول مرة اشوفك هنا. انا عضو هنا. بتلعب ايه؟ احيانا تنس. هايل، كويس قوي. طيب فرصة سعيدة. أنا آسف. عن اذنك. باي باي. مع السلامة. ايه ده، انت لسه هنا؟ كان نفسي اجري معاكي بس خايف لا نفسي ينقطع. امال فين مدحت؟ لا، مدحت ملوش في الرياضة، تلاقيه لسه نايم لغاية دلوقتي. عمل طيب. انت لوحدك ولا معاك المدام؟ يلا بينا، ما فيش قدامنا وقت، قدامنا ساعتين بس. يلا بينا. على فين؟ انا عازمك على الفطار، بعد كده هفرجك على محل موبيليا مش هتخرجي منه الا وانت فارشه الشقه. لا معلش، انا هستنى مدحت لما يجي. هو جاي امتى؟ ميعاده معايا الساعة 12. ده كتير. نروح احنا نفطر وافرجك على الموبيليا وارجعك في الميعاد. ما اقدرش. اسمعي كلامي، انا هجيب لك تخفيض ما حصلش. قلت لك ما اقدرش. معقول انا هفطر ده كله؟ لازم تتعلمي ازاي تفطري. الشاي وبسكويت قال. بس انا مش هقدر. هتقدري. مش متعودة. لازم تتعودي. كلي. قدامك نص ساعة بس تخلصي ده كله عشان تعرفي تتفرجي كويس على الموبيليا. اهلا سيدي. اهلا مجدي. اهلا بيك. ازيك؟ اهلا يا فندم. اهلا بيك. يا ترى في حاجات جديدة موجودة؟ في حاجه معينه سيادتك تحب تشوفها؟ احنا نحب نشوف كل اللي موجود. المعرض كله تحت امركم، اتفضل. ده للليفنج يبقى كويس. ممكن اسألك سؤال بس ترد عليا بصراحة؟ انت ايه اللي جابك النادي؟ في الحقيقة انا كنت عايز اتكلم معاكي بعيد عن الشغل وجو المكتب. استاذ مجدي، انت عايز مني ايه بالظبط؟ مش عارف، لكن من ساعة ما شفتك وانا حاسس اني محتاج لك. مش فاهمة. ولا انا كمان. كل ما في الامر اني لقيت نفسي مشغول بيكي ليل ونهار ومش قادر ابعد عنك. خد الانتريه ده. لا، مش هاخد القطر ده. طيب تعالي نشوف حاجة تانية. لكن انت راجل متجوز وعارف اني مخطوبة. انا اتجوزت لان ساعتها كنت محتاج لبيت اكتر ما كنت محتاج لزوجة. بس انا لسه مش فاهمة انت عاوز مني ايه. بلاش نفكر في اللي انا عايزه واللي انت عايزاه. خلينا نسيب نفسنا لمشاعرنا، هي اللي تحدد احنا محتاجين لبعض قد ايه. لا، انا ما عنديش استعداد اوافقك على اللي انت بتقوله. انا خلاص ارتبطت بانسان تاني. بس انا واثق انك محتاجة لي انا مش هو. خدي الأوضة دي ما تسيبيهاش.
مباركه يا عروسه. بقالي اسبوع يا حبيبتي بمرنه عشان اليوم الحلو ده. صباحيه مباركه يا عروسه. صباحية مباركة يا عريس. مدحت بيه. عن اسمك يا حبيبتي. روح انت. سميحة. من مين ده؟ مجدي عبد الرحمن يا حبيبتي بعت لنا هدية الجواز. تخبل مش كده؟ حقيقي مجدي ذوقه حلو، خيالي لو شافها هيتجنن. صباح الخير يا سميحة. اهلا، صباح النور. ألف مبروك. الله يبارك فيك، ميرسي قوي على الهدية الظريفة اللي بعتها لنا. دي حاجة بسيطة. يا ترى عملتي بنصيحتي واشتريتي الموبيليا اللي أنا اخترتها لك؟ في الحقيقة أنا فرشت البيت حسب رغبة مدحت. كده. شاكر بيه موجود جوه لو حضرتك عاوز تقدر تتفضل. متشكر. العفو. مساء الخير يا حبيبتي. أهلا. ليكي عندي مفاجأة، إنما إيه؟ تخبل. خير، مفاجأة إيه؟ قومي تعالي. ورايا شغل. تعالي بس. استنى يا مدحت، عندي شغل لازم أخلصه. تعالي بس. طب تعالي. أسيب القلم. اقعدي. أديني قاعد. خير. مجدي ماله؟ قابلته النهارده الصبح وعرض عليا إني أشتغل في شركته بمرتب 1000 جنيه في الشهر. اوعى توافق يا مدحت. يعني أرفض ليه؟ يا سميحة دي فرصة أنا ما كنتش أحلم بيها. أنا خايفة عليك. أنت ما عندكش فكرة الشغل مع مجدي صعب قد إيه؟ ده هياخد كل وقتك. وماله يا سميحة؟ غير المرتب، انت ناسية العمولات؟ الحكاية تستاهل تعبها. ثم أنا من مصلحتي إني أشتغل مع مجدي عشان أتعلم منه. وإيه فايدة الفلوس قدام صحتك؟ وأنا يا مدحت ما استاهلش إنك توفر وقتك ليا؟ ده أنت ساعتها هتبقى طول النهار بره. بلاش الموضوع ده، بلاش. أيوة يا حبيبتي، بس أنا خلاص قبلت الوظيفة وخالي كمان وافق. عموما أنا قلت لك رأيي في الموضوع وأنت حر. على فكرة أنا عزمت مجدي ومراته بكرة على العشاء، جايين يباركونا. إزاي تعمل كده من غير ما تاخد رأيي؟ ثم إن أنا ما عنديش حد يشتغل بكرة، عبده خد أجازة وسافر البلد. يا حبيبتي ما تزعليش نفسك، أنا هساعدك في كل حاجة، ما تشيليش هم. هتساعدني في كل حاجة إزاي؟ هتقف معايا في المطبخ وتطبخ؟ مش معقول أبدا يا مدحت، أنا ما كنتش أعرف إن دم خفيف بالشكل ده. يا بختك يا مدام سميحة. وليه ما تقولش يا بخت مدحت بيه؟ ميرسي قوي يا سيان هاني. طبعا الستات تشهد لبعضيها. طبعا. على العموم يا ستي يا بخت الاتنين ببعض. سيان هاني، تحب تشرب ايه؟ اي عصير. ما قلتليش يا أستاذ مجدي، عملت إيه في المشروع اللي كنت مقدمه لخالي؟ الحقيقة يا مدحت أنت عارف بقى روتين الحكومة، كل يوم يطلعوا قرار جديد يلخبط القرار القديم لدرجة الواحد ما بقاش عارف لا يروح ولا يجي. فعلا عندك حق. ميرسي. سميحة ما تعمل لنا كاسين؟ حاضر. استاذ مجدي يحب ياخد الكاس بتاعه بالايه؟ تلج بس. تلج. معلش يا سميحة، خليني أنا أعمله له. أصل مجدي لما بيشرب كتير بيتعب قوي، أنا بعمله بطريقة معينة. وبعدين معاك يا سيام، أنا بقى مصر إن الليلة سميحة هانم هي اللي تعمل الكاس. مش هتشرب غير كاسي أنا. حرام عليكي، ده يبقى ولا كاس العذاب. ولو برضه هتشرب. حاضر. لازم على طول أخلي بالي من صحته، معدته حساسة جدا.
حته تلجه واحده وميه كتير قوي. الله، شقتك ذوقها حلو قوي يا مدام سميحه. ميرسي قوي يا مدام سهام. واضح ان ده ذوق سميحه هانم، ولا ايه متحبين؟ طبعا. طب ما تيجوا تتفرجوا على الشقه؟ اتفضلوا. اتفضلي يا سميحه. اتفضل يا استاذ مجدي. ايه يا سميحه، في حاجه؟ لا 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 مفيش حاجه. طب تعالي. يلا جاي وراك. حلوه قوي اوضه المكتب دي. دي الاوضه الوحيده للستيل اللي في البيت؟ ايوه. تجنن. ايه رايك يا مجدي؟ انت عارفه ان انا طول عمري احب الخلط بين الستيل والمودرن. في الحقيقه سميحه كانت عايزه تفرش الشقه كلها ستيل، وبعدين غيرت رايها ففرشنا جزء ستيل وجزء مودرن. اتفضلوا. اتفضلوا. الله، حمامك حلو قوي، واللي عاجبني اكتر طريقه توزيعك للزرع في البيت. سميحه هانم عينيكي على اختيارك اللون البني. متشكره قوي. اتفضلوا. الله، مريحه الاعصاب بشكل. مبروك. الله يبارك فيك. الف مبروك يا استاذ مدحت. الله يبارك فيك يا استاذ مجدي. سميحه، احنا مش هنتعشى ولا ايه؟ طبعا اتفضلوا. الف مبروك يا سميحه هانم. الله يبارك فيك. ده مش شقتك بس اللي حلوه، اكلك كمان يجنن. متشكره قوي. مبروك يا مدحت بيه. الله يبارك فيك. مبروك يا مدام سميحه. الله يبارك فيك. مبروك يا مدحت. الله يبارك فيك. بصراحه الفضل كله يرجع لسميحه. ما تتصوروش هي تعبت قد ايه عشان تفرش الشقه بالذوق ده. على العموم تعبها جاب فايده. يا بختك يا سميحه هانم، بتقدري تختاري كل اللي انت عايزاه. انا بقى مجدي ما بيسمحليش حتى اختار كرسي واحد، رايه هو اللي لازم يمشي. بس في النهايه رايي بيعجبك. دي ما اقدرش اقول لا ابدا. بقول ايه، مش كفايه اكل بقى لحسن تتعب. ما تحبكيهاش قوي يا سام. السماح بقى الليله دي مدام ساعه. اصل مجدي القولون بتاعه بيتاثر من اقل حاجه. جبت الدواء معاك؟ تصوري اني نسيته. اني دواء يمكن يكون عندنا منه. ميرسي، انا جبته معايا، اصل كنت متاكده انه هينساه. يعني ما بتاكليش يا مدام سهام؟ انا عمري ما اكلت زي الليله دي ابدا. في الحقيقه تسلم ايديك يا سميحه هانم. متشكره يا استاذ مجدي. ما هو لسه بدري. ميرسي، كفايه كده قوي. ايوه بس احنا لسه ما لحقناش نقعد مع بعض. معلش يا مدحت، انا اصلا عندي ميعاد 8 الصبح فعلا مع المستشار التجاري الالماني. انت كمان ناسي ميعادك بكره مع رئيس شركه التجاره الخارجيه. ايوه صحيح. هو ميعاده امتى؟ الساعه 10 في مكتبه. ميرسي قوي يا جماعه السهره اللطيفه دي. ان شاء الله تكوني اتبسطتي. اتفضلي. على العموم انا بكره الصبح هحاول اخلص موضوع اخلاء الطرف بتاعي من الشركه، واحتمال اعدي عليك الساعه 12. كويس؟ كويس قوي. خلاص، ضروري نشوفكم عندنا قريب. خلاص ان شاء الله باذن الله. انا هكلم مجدي يتفق مع مدحت بيه على ميعاد، وانت بقى ممكن تعدي عليا في النادي في اي وقت. انا كل يوم هناك من الساعه 10 الصبح لغايه 11:30. خلاص اوكي. مش كفايه رغي بقى لحسن هنتاخر يعني. حاضر. يا ترى في اوراق تانية مطلوبه مني ولا كفايه الملف بتاعي؟ لا كفايه الملف. هستنى منك بقى ضروري تليفون. خلاص احنا اتفقنا. ميرسي قوي 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 على السهره. تصبح على خير. متشكر قوي على السهره الجميله دي. يا فندم انا متشكر. تصبح على خير يا تصبح على خير يا سميحه. حبيبي. تصبح على خير يا فندم. ميرسي قوي. وانت من اهل الخير. يلا حبيبي. تصبحوا على خير. تصبح على خير. مع تصبح على خير. مع السلامه. انت هتعملي ايه يا سميحه؟ زي ما انت شايف. ممكن تسيبي كل حاجه دلوقتي؟ مدحت انا بكره ما عنديش حد ينظف، لازم اشيل الحاجه دلوقتي. يا حبيبتي ما تشيليش هم، انا هغسلهم وانا هنضفهم.
انا الليله دي مش عايزك تتعبي نفسك. انت لا هتعرف تغسل ولا هتعرف تعمل حاجه. بس انا مصر. مصر؟ ايوه مصر. المهم دلوقتي اعمل لنا كاس نشربه على رواقه. انت لسه هتقعد؟ وحياتك انت لا هتغسل ولا هتعمل اي حاجه، وهتفضل الحاجات دي مركونه كده لغايه بكره الصبح. مدحت خلينا اشيل الحاجه. انا قلت انا هغسلهم، يعني انا هغسلهم. انا داخله غير هدومي. اظن يا سميحه انت ما عندكيش مانع ابدا دلوقتي اني اشتغل مع مجدي. شفتي قد ايه هو انسان رقيق وانسان يتحب. ولا سهام مراته، سلام، ست عظيمه، ست شيك في كل حاجه، شيك في طريقه كلامها، شيك في طريقه لبسها، ولا معاملتها لجوزها. شفتي قد ايه هي رقيقه معاه وبتخاف عليه ازاي. اكيد الراجل ده مش ناقصه حاجه. دي عامله له ممرضه وعامله له سكرتيره. صراحه اللي يشوفهم كده مش ممكن يقول دول متجوزين من سنين. اكيد دول لسه في شهر العسل. كده يا حبيبتي مش تخلي بالك. انا برضه اللي اخد بالي؟ وانت ليه ما خدتش بالك من الصبح؟ ولا خلاص الست سهام نستك نفسك؟ سهام؟ ايوه سهام. بقالك ساعه عمال تتكلم زي ما تكون خلاص ما فيش ستات في الدنيا غيرها. ايه اللي لفت نظرك قوي فيها كده؟ عشان شالت له ازازه الدواء ولا قالت له ما تشربش الليله دي يا حبيبي؟ معنى كده انها ست عظيمه وزوجها ما فيش زيها في العالم. وانا ابقى ايه؟ ابقى ايه؟ ها؟ ما فيش حاجه عملتها لفتت نظرك ابدا؟ ها؟ مش كفايه حاطه في قلبي وساكته ما بتكلمش؟ مش كفايه مستحمله ضعف شخصيتك؟ ده انا ما فيش حاجه مطلوبها منك لما تقول لي خالي. لا لسه خالي. استني. ما اعرفش ايه. لما فرقتني انت وخالك. انت ايه؟ انا متجوزك ولا متجوزه خالك؟ ما فيش شخصيه يا اخي. مش كفايه. أنا آسفة. وانا كمان اسف. انت ليه مش عايز تسيبني في حالي؟ عايز مني ايه بالظبط؟ ارجوك اديني فرصه احب جوزي. انت مش مخليني احبه خالص. طيب اهدي بس وقولي لي انا زعلتك في ايه؟ انا مش ههدى غير لما اعرف انت بتخطط لايه بالظبط. اذا كنت متصور انك شغلت مدحت معاك عشان تقرب مني فلازم تفهم انك غلطان، لاني خلاص بقيت زوجه. فاهم يعني ايه بقيت زوجه؟ ارجوك يا سميحه ما تفهميش الموضوع بالشكل ده. ده مش اسلوبي. مدحت كفاءه ممتازه وانا محتاج له حقيقي. زي ما كنت محتاج لي. الموضوع ده انتهى من يوم ما اخترت حياتك. وصدقيني انا ماليش غرض من شغل مدحت غير مصلحه شركتنا. نفسي اصدقك. اطمني، انا حقيقي مشاعري ليكي ما اتغيرتش، لكن اقسم لك ان عمري ما هفكر اضايقك او افرض نفسي عليكي. انا كل اللي يهمني دلوقتي هو سعادتك انت. انا ماشيه. سميحه. سميحه. خير ايه اللي جابك؟ اوعى تكوني اتكلمتي مع مجدي في حاجه. لا ابدا، انا كنت بصفي حسابات مع شركتنا. طمنتيني. انا خفت تكوني جايه تقولي له انك مش موافقه اني اشتغل معاه. انت حر. باي باي. باي باي.
الو 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 الو. مين كان على التليفون يا سميحة؟ ده النمرة غلط. طب ايه اللي قومك من السرير؟ مش جايلي نوم. مالك في حاجة؟ لا ابدا مفيش حاجة. مش معقول، اكيد في حاجة مضايقاكي. مدحت قلت لك مفيش حاجة، مش جايلي نوم، مفيهاش حاجة غريبة دي. طب تحب اجيب لك مهدئ يهدي اعصابك؟ مش معقول يا سميحة، اكيد في حاجة. خالي زعلك في الشغل؟ لا خالك ما زعلنيش في الشغل. امال ايه مالك؟ ده مش تحقيق يا مدحت. ايوه بس انا مش فاهم حاجة. مش ضروري تفهم. خش انت نام وانا لما يجيلي نوم هبقى احصلك. يا سميحة مش معقول تبقي عصبية بالشكل ده من غير سبب. مدحت انا تعبانة ومحتاجة اقعد لوحدي شوية. ممكن؟ ممكن. حقك عليا، انا اسف. تصبحي على خير. حقيقة يا سميحة مجدي شغل متعب، بس الشهادة لله راجل ناجح جدا جدا في شغله. ده مدهش يا سميحة، ده إنسان بيفكر مظبوط. لا وإيه؟ جريء في عمل، لما يصمم على حاجة لازم يعملها. ايه الحكاية؟ احنا ما صدقنا خلصنا من الكلام على خالك، يطلع لنا مجدي. ما أنت أصلك معذورة يا حبيبتي. أنت لو عرفتيه كويس أو اشتغلتي معاه هتقولي إن معايا حق 100%. طب تصوري امبارح. مدحت هنقعد نضيع اليوم كله في كلام على مجدي؟ خلاص كده هتتأخر على الشغل. يلا. هو مجدي بعتك يا واد عشان تضحك عليا؟ ده مشروع هيكلف الشركه كتير ومش هيجيب همه. ازاي بس يا خالد؟ ده مجدي بيأكد ان حضرتك هتطلع من العملية دي بأكتر من 100,000 جنيه. ده بيضحك عليك، عايز يجر رجلي وبس، لكن ده بعده. تعالي يا ستي شوفي جوزك. خير. من يوم ما اشتغل مع مجدي وهو عايز يخرب بيتي. بالمناسبة يا خالد، أنا عايز أستأذن حضرتك إن سميحة تروح بدري النهاردة. كمان جاي عايز تاخد الموظفين بتوعي؟ لا دي مؤامرة بقى. أصل الحكاية إن مجدي عامل ريسبشن النهاردة بالليل، فعشان كده أنا عايز أستأذن حضرتك إن سميحة تروح عشان تلحق تجهز نفسها. لا معلش انا مش هقدر. ليه؟ تعبانة شوية. شايف يا خالد؟ أهي كل مرة ترفض الحاجات اللي زي دي. لا يا سميحة مالكيش حق. مرات راجل الأعمال لازم تقف جنبه في المواقف اللي زي دي. معلش حقيقي مش قادرة اروح. خلاص سيبها على راحتها. ما اقدرش يا خالد، أنا خلاص وعدت مجدي إن أنا وسميحة هنروح، وبعدين سهام مراته نفسها جدا تشوف سميحة. أنا بالطريقة دي هبقى في وضع محرج جدا. الله جرى يا أستاذ؟ أنت من يوم ما اشتغلت مع مجدي وأنت صوتك عالي. قلت لك خلاص سيبها على راحتها. مجدي مالك قلقان كده ليه؟ مش عارف، الملحق التجاري بتاع سفارة اليابان اتأخر كده ليه؟ معلش زمانه جاي. مش باين. أنا محتاج أشوفه ضروري. مساء الخير. اهلا اهلا بك حاج. اهلا. اتأخرت كده ليه؟ امال سميحة هانم فين؟ الحقيقة أنا بعتذر بالنيابة عنها، أصلها تعبانة شوية. مالها؟ لا أبدا، عندها شوية برد. لا سلامتها، دي وحشاني وكان نفسي اشوفها قوي. أنا حاولت معاها لكن لا تعبانة. عموما انا بكره عشان النهارده بعد الظهر
كان لازم تأكد على الراجل علشان ايه؟ انت بالشكل ده ضيعت مني فرصة كبيرة. يا استاذ مجدي انا رحت له السفاره بنفسي وسلمت الدعوه بايدي، وهو قال لي سيبها للظروف. يمكن كان تعبان ولا حاجه. ايه حكاية التعب دي النهارده؟ مجدي حبيبي، انت كنت عصبي قوي مع مدحت، تلاقيه متضايق قوي دلوقتي. سيبيني شوية لوحدي يا سام. تعال. ايه ده بقى؟ كاسك فاضي؟ شكرا. معلش يا مدحت، انا اسف، كنت عصبي زيادة. لا ابدا مفيش حاجه حصلت. بس انا عندي اقتراح هيبسطك قوي. ايه رايك لو سميحه جت اشتغلت معانا في الشركه ونبقى كلنا مع بعض؟ ايه رايك يا سيام؟ فكره كويسه قوي. اصلك ما تعرفيهاش كويس، ده هي الدينامو اللي بيحرك شركه خال مدحت. ايوه بس انا ما افتكرش انها هتوافق. انت تقدر تقنعها، وبعدين انا هدفع لها الضعف مرتبها. برضه ما افتكرش ان خالي هيرضى يستغنى عنها. لا لا لا، سيب لي انا شاكر بيه، انا اقدر اتصرف معاها، بس المهم انت تقنع سميحه. هحاول. لا طبعا مش موافقه، اقتراح سخيف. انت خايفه لخالي ما يوافقش؟ اطمني، مجدي هيتكلم مع خالي وهيقنعه، وانت عارفه مجدي بقى لما يحط دماغه في حاجه لازم ينفذها. انا مش فاهمه انت معجب بمجدي ده قوي كده ليه؟ هو فاكر نفسه ايه؟ هات ده هنا ودي ده هناك، والغريب انك بتطوع في كل حاجه يقولها. وانا كمان مش فاهم هو مش عاجبك في ايه؟ الراجل ومراته لطاف جدا معانا وعايزين يخدمونا. قلت لا يعني لا. يا سميحه فكري كويس، دي فرصه احنا الاتنين نبقى مع بعض فيها في مكان واحد، بدل ما احنا الاتنين بعاد عن بعض وما نشوفش بعض غير بالليل. مدحت، الموضوع ده تقفله وما تتكلمش فيه تاني، ممكن تصبح على خير. صباح الخير يا سميحه. صباح النور. سلامتك. خضتينا امبارح، مدحت قال انك كنت تعبانه. بقيت كويسه. تعرفي ان الحفله من غيرك ما كان لهاش طعم. شاكر ده موجود جوه اذا كنت عاوز تقابله. مش لما اعرف رايك الاول واقول لنفسي مبروك. على ايه؟ هو مدحت ما فتح لكيش سيره في موضوع الوظيفه؟ استاذ مجدي ريح نفسك، انا للاسف صدقتك لما قلت لي انك خلاص هتبعد عن حياتي، لكن يظهر ان كلامك ملوش قيمه عندك. انت ليه دايما ظلمانه يا سميحه؟ انا قلت لك ان كل اللي يهمني هو سعادتك، وانا شايف ان شغلك جنب جوزك هيساعدك. انا عارفه كويس ايه اللي يساعدني، واذا كان فعلا يهمك سعادتي زي ما بتقول فارجوك ابعد عني. انا مش عايزاك تكون انت السبب في هدم حياتي مع مدحت. ايه رايك يا حبيبتي لو تقومي تلبسي نروح نتعشى بره؟ لا معلش يا مدحت، انا مش هقدر اخرج، عايزه اقعد في البيت، انا محضره لك هنا العشاء. مالك يا سميحه؟ انت بقيتي عصبيه قوي اليومين دول، في حاجه؟ معلش يا مدحت اعذرني، انا فعلا عصبيه، معلش اعذرني. انت عصبيه ولا في حاجه كاتماها في نفسك مش عايزاني اعرفها؟ هيكون في ايه، بس تعبانه شويه في الشغل. طب اذا كان على كده ايه رايك بقى لو ناخد اجازه ونسافر يومين؟ اهو تغيري جو وترتاحي شويه. لا مفيش داعي للسفر، انا هبقى كويس. انا قلت هنسافر يعني هنسافر وهوديكي مكان عمرك ما شفتيه. ايه يا سميحه؟ انت لسه ما لبستيش المايوه؟ لا مش عايزه، حرانه قوي، حصلني على هناك. ها؟ اخرت عليك يا حبيبتي؟ ايه مالك؟ بردانه، تكييف عالي. بس انا شايف ان الجو حلو قوي. بردانه. طب تحبي نروح نتغدى؟ مساء الخير. تنصحنا انت بايه؟ في تورنيدو يا فندم، وفي ستيك بالفلفل، وفي الطبق المخصوص اسوان وبروي سمك مشوي مع لوز محمر. ايه رايك؟ انا هاخد شوربه. بس يا فندم. سميحه مش جعان؟
طيب ما انا اديني سمك بس واحد كده. شكرا. يعني ما اكلتيش يا سمير؟ كنت كفايه. طب ايه رايك نطلع نتمشى عني؟ الجو بره يجنن. لا معلش انا هطلع انام. معقول يا سميحه؟ ده لسه بدري. معلش يا مدحت انت لو عاوز خليك، انا هطلع انام. يا حبيبتي اعصابك استريحت؟ الحمد لله. مش قلت لك المكان هنا جنن؟ تصبح على خير يا مدحت. وانت هناك. انا بستأذن حضرتك في يومين اجازة. خير؟ اصل سميحة اعصابها تعبانة شوية، فقلت اخدها ونروح نغير هوا. عشان كده بفكر نروح اسوان. خلاص. سميحة، سميحة، كنت فين يا سميحة؟ نزلت السوق اشتري شويه حاجات. مش كنت تقولي لي ولا تسيبي لي خبر؟ ما حبيتش اقلق اسيبك نايم مستريح. انت كده قلقتيني اكتر لما صحيت ما لقيتكيش جنبي. طيب انا مش عيله صغيره عشان تخاف عليا. يا حبيبتي انا ما اقصدش، انت بس عارفه انا بخاف عليك قد ايه. طب قولي لي، تحبي تغدي على البسين ولا في ريستوران؟ لا انا عايزه ارجع مصر حالا. ترجعي مصر حالا؟ ليه؟ ده احنا ما بقيناش 5 ايام. كفايه كده، عندي شغل كتير وخايفه لا شاكر بيه يزعل. وايه اللي يساعد شاكر بيه؟ هو مستكر عليك يعني يومين اجازه؟ طب اشمعنى مجدي رحب بالاجازه بتاعتي؟ الله، انت كل حاجه مجدي مجدي. طب اهدي بس. مش ههدى، عايزه ارجع مصر. ممكن؟ معقول حد يسيب الجو الجميل المناظر الحلوه دي؟ زهقت يا مدحت. طب نقعد يومين كمان. لا انا قررت اسافر دلوقتي حالا. تقدر تستنى انت لو عاوز. وعلى ايه؟ نسافر دلوقتي؟ كان لازمته ايه السفر؟ هو تضييع وقت على الفاضي؟ اعمل انا ايه دلوقتي؟ اديك بوظت لي كل تخطيطي وضيعت صفقه الاسمنت. دي كانت في ايدي خلاص. انت عارف يا استاذ مجدي ان انا عملت المستحيل عشان امشيها، وقبل ما اسافر رحت وقابلت رئيس الشركه واتفقت معاه على كل حاجه. بصراحه انت لا بتودي ولا بتجيب. كل اللي بتعمله شويه زيارات وتشرب قهوه. تقدر تقول لي انت عملت ايه من يوم ما دخلت الشركه؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم يا عريس، ولا فالح بس تعمل شهر عسل؟ ايه ما شبعتش؟ يا فندم انا ما سافرتش الا بعد ما حضرتك وافقت لي على الاجازه. وافرض يا اخي واحد جاي يقول لي انه تعبان ومراته تعبانه، هقول له ايه؟
انت اللي كان لازم تقدر المسؤوليه بدل ما تضيع صفقه زي دي من ايدي. يا فندم الصفقه ما ضاعتش. لا ضاعت، ما دام انت فيها يبقى ضاعت. على العموم يا استاذ مجدي انا اسف. اسف بعد ايه؟ بعد خراب مالطه؟ انا حريق مين ولا منين؟ اتفضل حضرتك روح شغلك. احنا لسه واصلين امبارح من السفر، خليني نقعد النهارده في البيت شويه. معلش يا حبيبتي، الليله دي بالذات لازم نخرج. انا محضر لك مفاجاه هتبسطك قوي. مفاجاه ايه؟ المهم دلوقتي انا عايزك تلبسي اجمل فستان عندك، عايزك تبقى حلوه قوي. انت فاكره ليله جوازنا؟ ايه الحكايه؟ مش تقولي؟ ما تستعجليش والا ما تبقاش مفاجاه. تحبي نقوم نرقص؟ نرقص. انت مش معايا؟ لا بالعكس معاك. للاسف انت عمرك ما كنت معايا. ما قلتليش ايه هي المفاجاه؟ انا سبت شركه مجدي. صحيح؟ من امتى؟ كان عندك حق يا سميحه، بس للاسف كانت متاخره. انا عارف كل حاجه، عارف انك بتحبي مجدي ومجدي بيحبك. انا عارف انك ست عظيمه. انت كنت عايشه معايا وقلبك مع حد تاني، بالرغم من كده عمرك ما حاولتي تجرحي العلاقه اللي بينا. كان ممكن تغلطي وكان ممكن تضعفي زي غيرك، لكن بالعكس انت حاولتي تبعدي مجدي عن طريقنا وانا ما كنتش فاهم ليه. لكن لما عرفت الحقيقه كان عندي امل نخليكي تنسي، لكن ما قدرتش. عشان كده انا ما اقدرش اسيبك تعيشي معايا وانت بتحبي حد تاني. انا هسيبك يا سميحه، هسيبك وانا عارف ان حبك لمجدي شيء مستحيل، انه راجل متجوز. لكن كل اللي بتمناه انك تلاقي الراجل اللي يسعدك ويحقق لك اللي انا فشلت فيه ويبعدك عن مجدي. اما انا فانا عارف اني مش ممكن هلاقي الانسانه اللي تخليني انساكي، عشان بحبك وهفضل احبك. الطلاق هيتم في هدوء وكل شيء هيتم زي ما انت عايزه. انا دايما احب اشوفك سعيده. سميحة، ازيك يا سميحة؟ اهلا اهلا اهلا. قولي لي اللي سمعت ده حقيقي؟ ايوه. ايه اللي حصل؟ ولا اقول لك تعالى نقعد شويه وبعدين نتكلم. اوكي. زي اي اتنين بيختلفوا، مفيش نصيب. غريبه يا سميحة، مع ان كان يشك وكان يقول غير كده خالص. صوري انا ومجدي لما سمعنا الخبر قلنا اكيد دي اشاعه. المهم انت ما تضايقيش نفسك، ياما في ناس بتطلق النهارده وتاني يوم بيرجعوا لبعض. ده انا حتى فكرت ان مجدي يروح يتفاهم معاه ويكلمه، بس قلت اخد رايك الاول. لا لا لا، ما تتعبوش نفسكم، بالعكس انا مش زعلانه.
اللي حصل ده لصالحي ولصالح مدحت. احنا الاتنين ما ننفعش لبعض. سميحة، اهلا سميحة. اهلا. ما تتصوريش انا اتأثرت قد ايه لما عرفت باللي حصل. طبعا ما انا عارفه. تعرفي يوم ما مجدي عرف الخبر فضل طول الليل متنكد يا حرام. اصل احنا من ساعه ما عرفناك واحنا حاسين ان احنا اكتر من اهل، لكن نقول ايه بقى، النصيب جه كده. طب انا تسمحوا لي دلوقتي؟ لا انت هتتغدي معانا. لا معلش، انا اصلي تعبانه ومحتاجه قوي للراحه. معلش اتغدي الاول وبعدين روحي. معلش سهام، ارجوكي خليها مره تانية. سميحه ما تحاوليش. مجدي الله ما تمسك فيها. سميحه هزعل قوي لو ما قعدتيش. انا ما صدقت اني اشوفك. انا عارفه ان اليومين الجايين هيبقوا صعب عليكي قوي، لكن اطمني احنا مش هنسيبك لوحدك ابدا، هنفضل على طول معاكي، هنخرج مع بعض ونقعد مع بعض ولا كأن اي حاجه حصلت. المهم انت ما تبعديش عننا خالص، ولا ايه يا مجدي؟ مظبوط. ومن ناحيه شغلك بقى ولا يهمك، ممكن من بكره تستلمي شغلك في شركتنا، ومجدي من زمان بقى كان بيتمنى الحكايه دي، وبالمرتب اللي يريحك كمان، مش كده يا مجدي؟ طبعا. ما قدرتش، وصلتها البيت وجيت لك على طول. حسيت اني محتاج اتكلم معاكي. أنا عارف إني كنت السبب في اللي حصل، وعشان كده عندي إحساس بالذنب. أنا مش عارفة مين فينا اللي مذنب، لكن عارفة إننا لازم نبعد عن بعض. يا ريتني كنت أقدر. أنا حاولت كتير يا سميحة، لكن حبي ليكي كان كل مرة بيتغلب على إرادتي ويدفعني أقرب أكتر. هنتعذب أكتر طول ما احنا قريبين من بعض. أنا من يوم ما قابلتك وأنا عارفة إن مفيش أمل، عشان كده لازم نبعد عن بعض، لازم. وهتعملي إيه؟ هتعيشي إزاي؟ أنا لازم أبقى مطمن عليكي. أنا هعرف أتصرف، ما تشغلش نفسك بحياتي ومستقبلي، بس المهم إنك تحاول ما تشوفنيش بعد كده. ما أشوفكيش؟ إزاي؟ ما بترديش على التليفون ليه يا سميحة؟
سميحة، كفاية نعذب نفسنا أكتر من كده. احنا لازم نتجوز. نتجوز؟ أيوه، أنا عارف إنك محتاجة لي، وأنا محتاج لك أكتر. ومراتك وولادك. لا، أنا ما أقدرش أعمل كده. الحب ده قدرنا يا سميحة، مش هنقدر نقف في طريقه. مفيش غير إننا نستحمل عذابه. مش هنقدر يا سميحة. أنا بحبك يا سميحة، مفيش حاجة في الدنيا هتقدر تفرق بينا. أنا هكلمك بكرة تكوني فكرتي. سهام؟ أهلا. كويسة الحمد لله. أنت كويسة؟ وأنت كمان وحشاني. طب اسمعي، ايه رايك امر عليك النهارده ونتغدى بره؟ لا معلش، النهارده أنا مش هقدر. خلاص نخليها بكره. حاضر حاضر، مع السلامة. كده برضه يا سميحه انا واخده على خاطري قوي منك. ده برضه اللي اتفقنا عليه. كان ممكن تسالي بالتليفون. معلش غصب عني، اصل كنت اليومين اللي فاتوا مشغوله مع اختي اعتماد. الوقت طمنيني، انت عامله ايه؟ الحمد لله كويسه، مش بطاله. خلاص بكره بقى هتسهري معانا. لا معلش انا مش هقدر. ما تحاوليش ابدا، مش هسمع منك ولا كلمه. انا عارفه انك انت ناويه تعتذري وتقول عندك صداع ولا تعبانه، لكن ريحي روحك. انا ومجدي هنعدي عليكي بكره الساعه 9. لا معلش ارجوك ابدا، وهتخرجي غصب عنك. وقولي بقى اللي انت عايزاه، دمنا تقيل بنفرض نفسنا عليكي، مش مهم يا ستي، المهم هنخرجك. يا حبيبتي ايه ده؟ انت اعصابك تعبانه قوي. شو اشوف الباب بس. في ايه؟ ما بترديش على التليفون ليه؟ كوكو اقفل الاوامر. سهام، ارجوك انزل دلوقتي بسرعه. اكلمك امتى؟ بعدين. خلاص يا سميحه اتفقنا؟ عايزاكي بكره تكوني اجمل واحده في السهره. ليه؟ عشان ايه ده كله؟ ولا حاجه، عشان بس اطمن عليكي، عشان احس انك خلاص لا بقيتي حزينه ولا متضايقه. قولي لي اقوم بقى. لا رايحه فين؟ استني خليكي قاعده معايا شويه، الشاي بارد. حرام اعمل شاي. لا اقعدي يا حبيبتي اقعدي. انا اصلا لازم اقوم دلوقتي لان دادا النهارده واخده اجازه والاولاد لوحدهم، لازم اقعد جنبهم لغايه ما يذاكروا. عشان خاطر اقعدي معايا شويه. حاضر. ها؟ ما انا هعمل شاي تاني، ده بارد. لا معلش ده كفايه قوي. صوري اول امبارح قابلت واحده صاحبتي اسمها عايده عند الكوافير. الست دي كان وزنها زمان حوالي 75 كيلو. اوعى تقعدوا ترغوا مع بعض وتنسوني. انا خايفه لا اكون غيرت رايها. بقول لك ايه يا مجدي، اطلع لها انت عشان خاطري. ها اكيد مش هتكسفك انت، بس اوعى تنزل من غيرها. ايه اللي بتقولي ده يا سهام؟ عايزاني اطلع اكلم واحده ست قاعده لوحدها في ميعاد زي ده؟ الناس تقول ايه؟ معلش يا مجدي،
عشان خاطري. مساء الخير. مساء النور، أنا جاهزة، ثانية واحدة أجيب الشنطة. مالك؟ أنا حسيت إنك متضايق. لا أبدا مفيش. لو كنت متضايقة من السهرة ليه وافقتي من الأول؟ علشان مراتك ما تشكش. طيب يلا بينا. لو سمحت. لو حد طلبني في التليفون انا موجود هنا لو سمحت. حاضر يا هشام بيه. شكرا. هشام اهو، تعالي. اهلا الو يا هشام، ازيك؟ اهلا وسهلا. أهلا يا هشام. اهلا. إيه الصوت السعيدة دي؟ ازيك يا مجدي؟ سميحة صديقتي، هشام ابن خالي، مستشار في وزارة الخارجية. أهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. إيه أنت مستني حد؟ لا ابدا منتظركم. اتفضل. اتفضل اتفضل اتفضل. متشكرة أوي. يا اهلا وسهلا. إنما أنت عارف إزاي إننا جايين هنا؟ دي أسرار بقى. اوعى تكشفيها يا سهام. معقول؟ مجدي تحبوا تشربوا ايه الاول؟ تاخدي ايه يا سميحة يعني؟ آخد عصير برتقاني. وانت يا سهام؟ وأنا كمان عصير برتقال. طبعا انت زي بقى مجدي. يا سيدي ما أنت كبرت، أنا اللي زيك. لا العكس. انا اسف جدا. إيه بقى حابك دلوقتي يعني؟ معلش. مفيش تليفونات خالص الليلة دي، عايزين نقعد معاك. انا اسف. يلا بسرعة. بإذنك. سميحة، إيه رأيك في هشام؟ من ناحية إيه؟ عريس. وده وقته. وبعدين يا سميحة، احنا مش اتفقنا انك خلاص نسيتي كل حاجة؟ ما قلتليش يا مجدي، ايه رأيك؟ رأيي في إيه؟ في هشام وسميحة. أنت هتشتغلي خطبة خلاص؟ اه. اهلا وسهلا سميحة هانم. أهلا. الله، المزيكا حلوة بشكل. بقولك ايه يا هشام، معقول تبقى قاعد جنب القمر وما تقومش ترقص معاه؟ لا يشرفني يا فندم. معلش أصلي تعبانة شوية. سميحة عشان خاطري قوم. سيبيها على راحتها يا سام. مجدي، خير؟ بحبك. الساعة 7 الصبح. بحبك. أنا رأيي إنك ما تشجعيش سهام على إنها تزورك كتير. دي ما وراهاش غير المشاكل. ازاي؟ لأنها مش هتسيبك. كل يوم هتلاحقك بعريس جديد. إيه رأيك تشتغلي معايا؟ أنا شايف إن هي دي الطريقة الوحيدة إنك تبقي قريبة مني.
لا يا مجدي، ما اقدرش اوافق على حاجه رفضتها قبل كده. بس انا ما اقدرش اسيبك كده من غير ما اكون مطمن عليكي. على العموم انا عندي اقتراح تاني هيريحك. ايه هو؟ هفتح لك مكتب محاسبه تكون حسابات شركتي من اختصاصه. صراحة أنا مش مطمن للمشروع ده. طيب ايه المطلوب مني اعمله دلوقتي؟ افضل قاعده كده؟ إذا كنت محتاجة أي حاجة أنا تحت أمرك علشان أبقى مطمن. متاسفه، انا ما اقبلش اعيش عالة على حد. تسلم ايديكي. شركسيه بالفراخ، رز بالخلطه، فروت سلطه بالجيلي. ايه رايك كده على الغدا؟ بحبك. هتتاخر؟ اتاخر؟ لا شغل. يلا يلا. حسام؟ كنت متوقع حد تاني ولا ايه؟ لا، حد زي مين؟ اتفضل. هي اعتبار ما بتجيش تزورك ولا ايه؟ لا بتيجي. ليه، في حاجه؟ وانت اخبارك ايه؟ انا كويسه الحمد لله. واخبار مكتب المحاسبه ايه؟ كويسه، اديني بدور عليه. انا كنت جاي لك في حاجه مهمه. ايه هي؟ انا اللي هرد. الو، مين حضرتك؟ مين اللي اتكلم؟ هي دي مش شركة المقاولات الحديثة؟ طيب أنا آسف. النمرة غلط. انت كنت بتقول عاوزني في ايه؟ واحد صاحبي شافك وعايز يتقدم لك. هو شاب مستقبله كويس، مدير بنك. بس انا ما بفكرش في الجواز، انا عاوزه الاول ابني مستقبلي. يعني ايه؟ هتفضلي قاعده كده؟ قلت لك ده عريس كويس ويرحمك من بهدله المشروع اللي بتفكري فيه. ارجوك يا حسام تقدر الظروف اللي انا فيها، انا لسه ما فقتش من صدمه جوازي الاولاني. وانت لازم تقدري موقفي، انا ما طقش ان اختي تبقى مطلقه وعايشه في شقه لوحدها. ما انا سبق قلت لكم انا عارفه انا بعمل ايه، دي حياتي يا ناس وانا حره فيها. على العموم هسيبك تفكري كام يوم، بس لازم توافقي. كفايه بقى مشاكل يا سميحه. مشاكل ايه اللي بعملها؟ وبعدين ايه هو الموضوع اللي مش عايزه تقوله لي في التليفون؟ وازاي تنزليني في وقت زي ده يا اعتماد؟ انت تعرفي واحد اسمه مجدي؟ ايوه، ده صاحب الشركه اللي كان مدحت بيشتغل فيها. وايه اللي يخليه يزورك في البيت؟ ده ما زارنيش غير مرتين اتنين بس، عشان انا اللي موصيه يشوف لي المكتب. وبعدين ده راجل متجوز ومخلف ومحترم. انا بس خايفه لاخوك حسام يضرب الحكايه دي، ما تتصوريش هو قلقان عليكي قد ايه. أنا من رأيي نشوف شقة تانية نتقابل فيها بدل ما أخوك يطب علينا ويسبب لك مشاكل. لا يا مجدي، انا مش موافقه. البيت ده بيتك وانت اللي اخترت كل حته فيه.
انا خايف عليك يا حبيبتي. من ناحية حسام اطمن، هو جه هنا زارني كذا مرة ولقاني لوحدي، فبيتهيألي بعد كده هيبقى مطمن عليا. قومي افتحي، بقول لك قومي افتحي. حسام ايه؟ حسام اوعى حد فيكم يتحرك. استنى انا هفهمك كل حاجه. حسام اسمعني بس. حسام ايه الموضوع؟ اهدي ما تخافيش. لو كنت لقيتكم في وضع تاني كنت قتلتكم. انت اتجننت. اهدى بس وقول لي في ايه؟ احنا كنا بنراجع حسابات الشركه. انت تسكت خالص. ايوه هي دي الحقيقه. حقيقه؟ حقيقه انت قاعد قدامه بنص النوم يا هانم؟ اذا كنت عايز تتاكد الشنطه اهي فيها كل الاوراق. قلت لك انت تسكت خالص. مش هسكت، في سوء تفاهم لازم اوضحه لك. سوء تفاهم ايه يا استاذ؟ انا بقالي مده مراقبكم، لكن انا هقدر استحمل وهمسك نفسي، مش هقتلكم ما دام هقدر اعمل اللي ارجع لكرامته وكرامه العيله. انت قصدك ايه؟ انتوا لازم تتجوزوا وحالا. انا هخدع نفسي واقول انكم كنتوا مخطوبين لغايه ما اتجوزتوا. لكن انا مش هتجوز بالطريقه دي. انا ما بقاش ابدا حد يفرض ارادته عليا كده. ده شيء يشرفني يا استاذ حسام، يا ريت سميحه توافق. مش من حقها توافق او ما توافقش، مش مصيبتها، ده مصيبتي انا ومصيبه العيله. شرفه وسمعتي للاسف اختي وسختهم. انا هجيب المأذون. مش ممكن كده يا حسام، مفيش في الدنيا حد يتجوز بالطريقه دي ابدا، حرام عليك. قلت لك هجيب المأذون، يعني هجيب المأذون. على بركة الله. قول يا ست سميحة ورايا. زوجتك نفسي. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. قول معايا يا أستاذ مجدي. قبلت زواجك. قبلت زواجك على سنة الله ورسوله وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان وعلى الصداق المسمى بيننا. زواج مبارك إن شاء الله. نزلنا هنا يا أستاذ مجدي. امضي يا أستاذ سميح. مبروك يا سميحة. الله يبارك. الو، صباح الخير يا سهام. انا بتكلم من المكتب. خلصت شغلي في اسكندريه. لا طبعا مفيش سفر تاني. زي الاولاد مش عايزين حاجه. مش حاضر يا سهام، عندي شغل كتير في المكتب. ايوه يعني على اخر النهار. مع السلامه. صباح الخير يا عروسة. ما كنتش اعرف انك كمان جميلة لما تبقي عين النوم. أحضر لك الفطار؟ خليك معايا شوية. أحضر لك الفطار. أنت عارف إن أنا طول الليل ما نمتش؟ ولا انا مش قادر اصدق السعادة اللي انا فيها. خايف اكون بحلم. أنا ما نمتش من التفكير. كنت بتفكر فيها يا حبيبتي؟ مجدي عايزاك تسمعني كويس. أنا عارفة إن جوازنا ده اتفرض عليك، عشان كده أنا فكرت إننا نستنى كام يوم لغاية ما حسام ينسى الموضوع، وبعد كده أنت حر. كل واحد فينا يروح لحاله. لا انت النهارده مش طبيعية. حد يبقى في الجنة ويسيبها؟ ده انا ما صدقت. ومراتك هتقول لها إيه؟ ولا حاجة. افرض إنها عرفت. ساعتها هعترف لها بكل حاجة. سهام لو عرفت مش هتقبل ولا هتسكت. ارجوك سيبي لي انا الموضوع ده. هشوف مين. صباح الفل يا ست الكل.
يا مباركه يا احلى عروسه في الدنيا. ده انا بعرف ازغرط يا اخواتي، ازغرط واملى البيت ده كله زغرط. اهلا اهلا، تشرفنا. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. مبروك يا عريس. مبروك واحده بس. قولي لي الف مبروك. ما تتصوروش انتوا ازاي حققتوا لي كل احلامي. ربنا يهنيكوا كده على طول يا رب. انا طبعا كنت احب اقعد مع حضرتك، بس للاسف مضطر انزل عشان المكتب. خلينا نشوفك ان شاء الله. مش عايزه حاجه سميحه؟ لا حبيبي، هترجع على الغدا؟ طبعا وانا اقدر. طب مع السلامه. فرصه سعيده. والف مبروك مره تانية. اهلا وسهلا. مع السلامه. تعالي تعالي احكي لي، ده انا عايزه اعرف واعرف واعرف. احكي لي وقولي لي ايه عامله ايه؟ زي ما انت شايفه. شوفي يا اختي البيت، ما انت زي القمر اهو. مالك بس؟ مش مستريحه للي حصل. انت عايزه تجننيني؟ دي مش كانت رغبتك من الاول؟ لا يا اعتماد، الجواز ده اتفرض علينا بالقوه والتهديد. من ساعتها وانا حاسه ان مش المأذون هو اللي كتب الكتاب، لا ده مسدس حسام. بلاش كلام فارغ. مش احسن ما كنت عايشه معاه من غير جواز والناس عماله تتكلم؟ انا كنت عايشه معاه لاني كنت بحبه، لكن دلوقتي ما اقدرش استحمل الطريقه اللي اتجوزت بيها دي. الجواز شرطه القبول يا اعتماد، وانا ما قبلتش. اخوكي هو اللي فرض عليا. ما تقعديش تحبكيها قوي كده يا سميح. اذا كان الجدع مبسوط وطاير من الفرح، من الافكار اللي في دماغك دي بقى والتفت لبيتك وجوزك. قومي اعملي لي بقى كده فنجان شاي اعدل بيه مزاجي. باي باي. ما رايح فين؟ يا دوب. خليك معايا شويه. معلش معلش، بس اوعدك اني بكره افضي نفسي طول النهار واقضيه معاكي. طيب هتتعشى معايا الليله؟ ما انت عارفه سميحه اني لازم اتعشى مع سهام. مجدي، ما تيجي نسافر لنا يومين اسكندريه نغير جو شويه. انا اصلي زهقت قوي من قعده البيت. هو ما فيش مانع، بس انا خايف لا سهام تقول لي لازم اجي معاك. انت مش بتقول انها مش دايما بتسافر معاك؟ ايوه بس جايز المره دي تحكم رايها وتصمم تيجي معايا. اشوفك بكره ان شاء الله. قومي يا كسلانة. صباح الخير. صباح النور. أنا عندي ليكي مفاجأة مش هتصدقيها. خير؟ اعمل حسابك إنك هتسافري معايا بعد بكرة. اسكندرية؟ لا. أمال؟ لندن. لا مش معقول. ليه مش معقول؟ أنت متعودة إن أنا أتكلم؟ لا 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 والله بجد؟ طبعا بجد.
إيه بتدور على ايه، في حاجة؟ لا ابدا، بس خايف يكون في حد في الطياره يعرفنا. طب وفيها ايه؟ احنا مش متجوزين؟ ايوه حبيبتي، بس احب ان حياتنا تبتدي من غير مشاكل. انا اسف حبيبتي، انا حارس من الناحيه دي عشان بحبك. هلو مستر مجدي، ويلكم. هلو. هايل، مدير الشركه بعت لنا العربيه. اتفضلي. My briefcase. Yes, sir. Thank you. الحمد لله على السلامة حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. أخيرا بقى لنا مكان لوحدينا أنا وأنت بس. أنا فرحانة قوي يا مجدي. عارفة هنروح فين بعد الغدا؟ فين يا حبيبي؟ هشتري لك شبكة. شبكة؟ أنت ناسية إني ما جبتلكيش شبكة؟ أنا دلوقتي هشبكك وعلى العشاء هتجوزك. ايه رايك؟ مش كتير يا مجدي؟ مش كتير عشانك. اوكي، we take it. Thank you, sir. كفايه بقى يا سميحه، انت اشتريتي اكل يكفي لندن بحالها. عايز اعمل لك عشاء يعوضك كل المرات اللي اتعشيت فيها لوحدك. تعال. زوجتك نفسي على سنة الله ورسوله، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وعلى الصداق المسمى بيننا. أنا دلوقتي بس اتجوزتك بإرادتي. أنا مش فاهم حاجة. كنت حاسة إن جوازنا اتفرض علينا وتم بطريقة أنا رافضاها، لكن دلوقتي جوازنا بقى حقيقي في شرط القبول. قول يا مجدي، قبلت زواجك؟ قبلت زواجك على سنة الله ورسوله، وعلى مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان، وعلى الصداق المسمى بيننا. مبروك يا عريس. مبروك يا عروسة. شفتي بقى إني كان عندي حق لما صحيتك بدري؟ مظبوط، معاك حق، كنت هتحرم من الجمال ده كله. ايه رأيك نفضل صاحيين على طول؟ خسارة النوم بيحرمنا من بعض. انت ما بتغيبش عن عيني ابدا، حتى لما بنام برضه ببقى شايفاك. الوقت سرقنا. انت وراك حاجة النهاردة؟ احنا معزومين على عشاء عند جماعة انجليز. هم عارفين ان انا مراتك؟ طبعا يا حبيبتي. يلا حبيبي.
مش عارف اشكرك ازاي يا سميحة. وشك كان احلى وش عليا. انا النهارده عملت اهم صفقة في حياتي، وكمان شرفتيني قدام اصحابي الانجليز. ما خبيش عليك، انا كنت خايفة، ما كنتش عارفة هتصرف معاهم ازاي، لكن حبي ليك هو اللي اداني الثقة، خلاني اعمل كل اللي يرضيك. انا بحبك قوي يا سميحة، ما تتصوريش بحبك قد ايه. وانا كمان. مش هتنامي؟ خايفة اغمض عينيا، لحسن افتح الاقي كل السعادة اللي انا فيها دي مجرد حلم. يا ريت يا مجدي نعيش هنا على طول. قولي، ما بتفكرش تنقل مكتبك وشغلك هنا؟ يا ريت اقدر. سميحة. نعم يا حبيبي. احنا مسافرين بكرة. اشتغل شوية. هجيب لك القهوة حالا. بابا ايه اللي مسهرك لحد دلوقتي يا حبيبتي؟ حقيقي يا بابا حضرتك هتتجوز واحدة تانية غير ماما؟ مين اللي قالك الكلام ده منى؟ أنا مش عارفة، هما اللي بيقولوا كده. يعني إيه يا بابا؟ يعني أنا وأخويا يبقى لنا بنتين؟ بلاش كلام فارغ. منى انت واخوكي مالكوش غير ماما واحدة. هي التانية يا بابا حلوة زي ماما؟ منى مش عايز اسمع الكلام ده مرة تانية. يلا حبيبتي اغسلي اسنانك وخشي نامي. تصبح على خير يا بابا. وانت من اهل الخير. مش عايز اي حاجة تانية؟ لا متشكر. تحب تصحى بكرة الساعة كام؟ انا هصحى لوحدي. تصبح على خير. سام. افندم مجدي. صحيني الساعة 8. حاضر. يعني عرفت؟ مدام منى بنتي عرفت، اكيد مامتها عرفت. ما اتكلمتش؟ ابدا. ما قالتش حاجة خالص؟ انا عارف سهام كويس، كبرياء هيمنعها انها تتكلم. يعني قبلت الوضع؟ بيتهيألي بعد كده يا مجدي ممكن نعلن جوازنا، مش كده؟ بس احنا اتفاقنا كان غير كده يا سميحة، وانا ما زلت متمسك بيه. انا هسافر باريس بعد بكرة، وهاخد معايا سهام والاولاد. انت مش كنت وعدتني ان انا اللي هسافر معاك دايما؟ معلش،
سهام أصرت على إنها تسافر معاه المرة دي. مش كفايه على سهام حقوقها جوه مصر؟ خلي لي انا حقوقي بره. خلاص سافري انت لندن، وانا بعد ما اخلص معاهم ارجعهم وحصلك على هناك. لا لا يا مجدي، انا مش ممكن اسافر بالطريقه دي. انا ليا حق ومش ممكن اتنازل عنه. ارجوك يا سميحه ما تعقديش الحكايه كده. ارجوك انت ما تبقاش ظالم، خليك عادل معايا شويه. مجدي انا تعبت. حرام عليك يا سميحه، مش كده، دي حكايه بسيطه قوي. بسيطه؟ عاوز تلغي كياني كزوجه وتقولي بسيطه؟ انت ليه عاوز تفضل مخلي جوازنا سر؟ ليه مخليني احس اني عشقتك مش مراتك؟ المره الوحيده اللي حسيت فيها اني مراتك لما سافرت معاك بره، ولما رجعت حسيت اني سبت بيتي هناك واني هنا عايشه في غربه. طب بس هدي نفسك، انا مستعد اعمل كل اللي يريحك، بس انت كمان لازم تقدري ظروفي. اكتر من كده انا ما طلبتش منك غير حق بسيط، اسافر معاك مره او مرتين في السنه. خلاص حبيبتي، اذا كان وجودك بره بيريحك انت ممكن تقعدي على طول في شقه لندن. ازاي؟ زي كل الناس اللي عايشين في الخارج. طب وانت؟ انا هجيلك كل شهر اقعد معاكي كام يوم على حسب ظروفي. اعتبريني يا ستي بشتغل بره مصر. هو مش في ناس كتير عايشين بره مصر وما بيشوفوش اهليهم غير مره او مرتين في السنه. انا هجيلك كل شهر وساعتها هبقى ليكي وانت ليا. قلت ايه؟ انت اتأخرت قوي، ما جيتش ليه؟ معلش، انت عارفه الظروف، لكن اكيد هكون عندك يوم الجمعه. الو، اي يا حبيب قلبي انت جيت؟ انت بتتكلم من مصر؟ ما جيتش ليه؟ غصب عني حبيبتي، ما قدرتش اجي، عندي شغل مهم لازم اخلصه. قولي لي انت عامله ايه؟ كويسه؟ مجدي انا قاعده مستنياك ومحضره لك العشاء، ده انا متهيألي انك كل شويه هتفتح الباب وتدخل. معلش حبيبتي استحملي شويه، بس اكيد هكون عندك يوم السبت في طياره الصبح. مش عايزه حاجه من مصر؟ طب خدي بالك من نفسك يا حبيبتي. تصبح على خير. ايه رايك في المفاجاه دي؟ انا ما رضيتش اتصل بيكي، قلت اجيلك على طول. وحشتيني يا سميحه، وحشتيني قوي.
لو كنت حقيقي وحشتك كنت جيت. يخص عليك يا سميحة، أنا كنت فاهم إنك هتقابليني أحسن من كده. انت السبب. انا مبقتش قادر استحمل حياتي بالطريقه دي. تظهر عليك مجربتش الاحساس بالوحده. شيء صعب، صعب قوي يا مجدي. إحنا مش اتفقنا إننا نستحمل علشان حياتنا مع بعض تستمر؟ لحد امتى؟ لحد ما اتجنن؟ انت عايزني استحمل عشان حياتك انت تستمر بالطريقه اللي انت عايزها. أنت بتقولي إيه؟ دي الحقيقه. انت عايز تاخد كل حاجه مهما كان الثمن، بس انا يا مجدي مش قادره استحمل. حقيقي مش قادره استحمل. أرجوك يا سميحة ما تفكريش بالطريقة دي. أنا خايف تفكيرك ده يهدم كل حاجة جميلة بينا. يا مجدي انت خايف على وضعك الاجتماعي لا تتهز صورته قدام الناس. حرام عليك يا سميحة، ما تبقيش متجنية. حقيقي الوقت اللي بقضيه معاكي قليل، لكن بحاول أعوضك فيه عن كل الوقت اللي بقضيه مع سهام. ما تغلطش نفسك. كفايه ان هي الزوجه اللي معترف بيها قدام الكل، لدرجه اني بقيت اسال نفسي انا ايه؟ انا مين؟ انت كل حاجة بالنسبة لي، انت حبي. أنا ما أقدرش أعيش من غيرك. ما انت كنت عايش الايام اللي فاتت من غيري، حسيت باللي انا حسيته. سميحة أنا هعوضك عن كل شيء، وتأكدي إن كل مرة هجيلك فيها هتبقى شهر عسل جديد. سميحة سميحة. لا يا مجدي، الوضع ده كان من اوله غلط. أنا مستعد أنفذ الوضع اللي يريحك. مفيش حاجه هتريحني حتى لو اديتني كل حقوقي كزوجه واعترفت بيا قدام الناس. انا مرضاش اسبب لك مشاكل. صدقني يا مجدي مفيش فايده. اوعى تفكر انك لو سبت مراتك انا هرتاح. بالعكس، انا عذابي هيزيد اكتر. انا يظهر عليا مكتوب اني عشت عايزة. يا ريتني ما شفتك ولا حبيتك.